رسميا استقالة وليد الركراكي من منصبه كمدرب منتخب وطني المغرب. هذا الخبر هذا تم تداوله من بعض المنابر الصحفية في فرنسا. تخيل معايا ان مدرب منتخب مغربي قدم الاستقالة ديالو، ولا منبر صحفي مغربي قدر يعلن على الخبر، والو ما كاين حتى شي حاجة. وهاد الاستقالة تقدمات من بعد ما تعرض وليد الركراكي السيمانة اللي فاتت في الرباط في شي ريستورا، تعرضوا ليه بعض الزبائن ديال داك الريستورا بقاو كينتقدوا فيه، وحتى من السرباي ديال داك الريستوران ما بغاش يسربي وليد الركراكي، ولا حتى سرباه بشي طريقه ماشي مزيانه. وهذا الشيء اللي زاد اكد الوالد الركراكي بانه مغضوب عليه من الشارع المغربي. يعني واحد المدرب اخفق في كاس افريقيا الاولى واخفق في الكاس الافريقيه الثانيه، اشنو كيتسنى 100% بان الجمهور المغربي كلها غاضبه عليك، انك واحد الانسان وعدت الجمهور انك تجيب كاس افريقيا ديال 2023 وما درتيهاش، تمشي غير للدومي الفينال، تمشي غير الفينال وما درتيهاش، عاوتاني في البلاد ديالك خاسرين زباله ديال الفلوس، والجمهور كامل كان متخوف، وانت كنتي تقول لهم ما كاين لا مورينيو لا غوارديولا، ما غتقدروا تجيبوا حتى شي مدرب اخر من غيري انا، وغيدي لكم لا، انا المدرب اللي غندي لا. والنتيجه انك غتخسر لاكوب في البلاد ديالك، الحشومه كاع تخرج بهذيك الطريقه الكاس، ومع ذلك ما خرجتيش وما قدمتيش الاستقاله ديالك. نورمالمون تقدمها نهار اللي تقسيتي تقدمها، تعلن عليها مورا ما درتي حوار صحفي، كنتي تعلن على الاستقاله ديالك، وغنمشيو باردين شويه، وانت حتى غادي تمشي تكمل في الكارير ديالك. راك حطمتي الكارير ديالك وحطمتي المعنويات ديال جماهير المنتخب المغربي. انت شي واحد ما بقى كيتيق فيك، واحد 99% ما بقاتش كتيق في وليد الركراكي، حتى شي واحد ما بقى تيق فيك. ما كاينش شي مدرب داز في التاريخ عندنا وتنتقد كما تنتقدتي نتايا وما استقلش. وهذا الشيء كيشرح لنا غير حاجه وحده، هو انه نتايا جيتي للمنتخب المغربي ماشي باش تفيدنا وباش تفيد المنتخب، انت جيتي باش تكبر السي في ديالك. انت الغرض ديالك هو انك كنتي خاصك دي كاس افريقيا ومن بعد تمشي لكاس العالم باش تقدر تمشي تدرب في لوط، هذا هو الغرض ديالك.